بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على مهارة الابتسامة. والله الابتسامة دي مهارة ومفيدة جدا لو عرفت تستخدمها صح. خليني اسألك سؤال، ايه تكلفة الابتسامة؟ ولا حاجة، مش محتاجة اي مجهود يذكر. طب ايه تكلفة التكشيرة؟ كل حاجة. تكلفك غالي ليه؟ علشان التكشيرة بتمنع الناس من التواصل معاك بسهولة، وتخلي اللي قدامك يفكر 1000 مرة قبل ما يفتح لك ويتعامل معاك. لا تكون غضبان او زعلان كأنك معلق يافطة ممنوع الاقتراب والتصوير. طبعا الوش الكشري في الشغل سواء صاحب شركة او مدير فيها او موظف عادي بيصعب على الناس التعامل معاك بسهولة واريحية، وبالتالي مستحيل توصل لأي انجاز بسهولة. لان ببساطة الناس اللي شغالين معاك سواء انت مديرهم او زميلهم هم نفسيا مش مرتاحين بسبب تكشيرتك وجمودك ده، فدايما هيتجنبوك او هيأثروا معاك. وفي ناس بتحب تستخدم الوش الكشري ده علشان الناس تسأله مالك، فيبدأ يحكي قصة حياته ومشاكله. ماشي، ممكن يكون ده مقبول في حياتك الشخصية إلى حد ما، بس في شغلك ما ينفعش، لأن الناس اللي حواليك ممكن تتأثر بطريقة سلبية وده هيأثر على الشغل. أما الابتسامة بقى يا سيدي بتبعت رسالة واضحة لكل الناس إن الشخص ده حالته النفسية مظبوطة، والتفاعل معاه هيكون أمان. هتلاقي الناس في الشغل منجذبة لصاحب الابتسامة ده وعايزة تساعده، ولو مدير هتسمع كلامه وتنفذ توجيهاته بكل سهولة. ربنا شاور لنا على الابتسامة وأهميتها في التواصل لما قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. طبعا الرسول ما كشرش، هو بس قبض وشه لأنه كان مركز في حاجة مهمة ساعتها، وأصلا ده شخص أعمى يعني مش شايف وش الرسول عليه الصلاة والسلام. بس ربنا عارف تأثير الابتسامة على مخارج الكلام، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فجت الآية بعتاب، يعني لو حتى حد مش شايفك لازم تحافظ على الابتسامة اللي بتغلف صوتك بإيجابية. علشان كده الرسول صاحب الابتسامة المشرقة تدبر الآية وطبقها وعلمنا في حديثه الشريف: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يعني وانت بتتكلم حتى على الموبايل خليك مبتسم برضو، الابتسامة بتوصل حتى للي مش شايفك. واهم حاجة في الابتسامة انها تكون طالعة من القلب، لان القلب هو المحرك الرئيسي للنجاح في التواصل مع الناس. علشان كده مهم قوي انك تفكر في افكار ايجابية قبل الدخول على الناس علشان ابتسامتك تتحسن. عود نفسك بقى على الابتسامة بالتكرار اليومي زي ما اتعلمنا في اول فيديو لحد ما تبقى عادة. وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن مهارة السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.